نفسك تبقى فريلانسر، تشتغل من بيتك، تكون مدير نفسك وتقبض بالدولار؟ الحلم ده حلو قوي، بس للأسف 90% من اللي بيبدأوا فريلانس بيفشلوا في أول سنة. أيوة، الرقم ده حقيقي. ليه؟ عشان بيعملوا غلطات قاتلة من غير ما ياخدوا بالهم. أنا أحمد شفيق، وبقالي سنين في عالم الشغل أونلاين وشفت الغلطات دي بعيني. في الفيديو السريع ده هقول لك على أكبر الغلطات دي، والأهم هقول لك على 4 أسرار لو عرفتهم هتضمن نجاحك كفريلانسر من أول يوم. فلو انت لسه بتبدأ او بتفكر تبدأ، ركز معايا الدقايق القليلة الجاية دي كويس قوي. اول واكبر غلطة انك تعمل كل حاجة لكل الناس. تلاقي الفريلانسر الجديد كاتب في بروفايله مصمم جرافيك ومبرمج وكاتب محتوى ومسوق. ليه كل ده؟ انت مش سوبرمان. لما بتعمل كده انت بتوصل رسالة للعميل انك مش متخصص في اي حاجة، وانك تايه وغالبا مش لاقي شغل. والسر الاول هنا هو التخصص القاتل، او ما يدعى بالانجليزية بالهايبر نيش. يعني ايه؟ يعني متخصص في تصميم الجرافيك بس؟ لا. تخصص في تصميم لوجهات لشركات الأكل الصغيرة. متخصص في كتابة المحتوى بس؟ لا. متخصص في كتابة المحتوى الطبي للمواقع الطبية. كل ما كنت متخصص أكتر كل ما بقيت خبير في نظر العميل، وكل ما لقيت شغل أسهل وأسعارك هتبقى أعلى. حدد نيش واحد صغير جدا واكتسحه. تاني غلطة قاتلة، الجري وراء أي شغلانة وخلاص. تلاقي المبتدئ بيقدم على 100 شغلانة في اليوم على أبورك أو خمسات، بيقدم نفس العرض أو البروبوزال المكرر لكل الناس، وبيقبل أي سعر حتى لو كان قليل جدا عشان يقول إن هو اشتغل وخلاص. ده غلط. ما الغلط التاني، السر التاني هو ركز إنك تجيب أول عميل صح وتديله خدمة 5 نجوم. مش مهم الكمية في الأول، المهم الكيفية. لما تجيب أول عميل اديله كل تركيزك، اعمله شغل أحسن من اللي هو متوقعه، خليك متواصل معاه باستمرار، اعمل المستحيل عشان تخليه مبسوط جدا. ليه؟ عشان العميل ده هيكتب لك تقييم ممتاز. التقييم ده أهم من أي فلوس في البداية، هو اللي هيفتح لك أبواب الشغل التانية، وهو اللي ممكن يجيب لك عملاء تانيين عن طريقه. عميل واحد مبسوط أحسن من 10 عملاء مش راضيين. السر الثالث، العقلية. أغلب الفريلانسرز الجداد بيتعاملوا مع الموضوع على إنه شغلانة مؤقتة أو هواية. غلط. الفريلانس ده بيزنس حقيقي، ولازم تتعامل معاه على هذا الأساس. يعني إيه؟ يعني تكون بروفيشنال في تعاملاتك، ترد على الرسائل بسرعة، تلتزم بالمواعيد، يكون عندك عقد حتى لو بسيط بيوضح كل حاجة، تطلع فواتير لشغلك، تتعامل مع العملاء باحترام. ما تفكرش انك مجرد واحد بيعمل شغلانة، فكر انك صاحب بزنس. العقلية دي لوحدها هتفرق معاك 180 درجة. اخر سر ومرتبط بالعقلية اللي فاتت، التسعير. اكبر مصيبة بيقع فيها المبتدئ انه بيرخص نفسه، بيقولك انا لسه ببدأ فلازم اسعاري تكون في الارض. غلط. اوعى ترخص نفسك. ليه؟ عشان هتجذب العملاء الغلط اللي بيدوروا على الرخيص بس، وعشان هتوصل رسالة ان شغلك مش قيم، وعشان صعب جدا جدا ترفع اسعارك بعد كده. طيب تعمل ايه؟ سعر شغلك بناء على القيمة اللي بتقدمها مش الوقت اللي بتاخده. شوف ايه المشكلة اللي بتحلها للعميل وايه الفايدة اللي هتعود عليه من شغلك، وحدد سعرك بناء على القيمة دي. ما تخافش تطلب السعر اللي تستحقه. لو شغلك كويس هتلاقي اللي هيدفع. دول كانوا 4 أسرار لو طبقتهم صح هيفرقوا معاك جدا في بداية رحلتك كفريلانسر. نراجعهم بسرعة. نمرة 1، التخصص القاتل. نمرة 2، التركيز على أول عميل. نمرة 3، عقلية البيزنس. نمرة 4، تسعير القيمة. الموضوع مش صعب بس محتاج تركيز وشغل. دلوقتي عايزك تاخد خطوة واحدة بس، مش هقولك اعمل كل حاجة مرة واحدة، بس اختار سر واحد من ال4 دول وابدأ طبقه النهاردة. وعشان اساعدك اكتر اشترك في القناة وفعل الجرس. ليه؟ عشان الفيديوهات الجاية هتتكلم بالتفصيل عن ازاي تلاقي اول عميل ليك كفريلانسر حتى لو ما عندكش خبرة. فيديوهات ما ينفعش تفوتها ابدا. ما تنساش اللايك والشير عشان نفيد كل الفريلانسرز الجداد. واكتب لي في التعليقات ايه اكبر غلطة عملتها او خايف تعملها في بداية شغلك كفريلانسر، وانا هرد على حضراتكم ان شاء الله. يلا ابدأ صح. اشوفكم الفيديو الجاي. احمد شفيق.